الأهلي يواصل استعداداته للقاء الجيش الملكي المغربي. إصابة خطيرة للاعب النادي الأهلي. إيه أخبار صفقات النادي الأهلي؟ بعروض جاية لمروان عطية، إمام عاشور وعرض أمريكا. ديانج هيعمل إيه؟ هيمشي ولا هيكمل مع النادي الأهلي؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. بس طبعا في البداية ما تنسوش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ حلقتنا سريعا. أول حاجة، الأهلي يواصل استعداده للقاء الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله في المغرب. الأهلي فاز 4-1 على شبيبة القبائل. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. عندنا خبر مهم جدا وفي إصابة خطيرة. مصطفى العش تعرض لارتجاج في المخ، ولكن الحمد لله ارتجاج بسيط وبنسبة كبيرة ممكن يكون بره قائمة النادي الأهلي إلى المغرب. طيب نروح بقى الأهم اخبار في حلقتنا. احنا بنسمع عن بابلو صباغ، هو مهاجم سوري 28 سنة، مهاجم كويس على فكرة. انا شفت فيديوهات ليه. في حالة استقرار النادي الاهلي على مهاجم، انا هعمل لكم حلقة عن المهاجم ده بفيديوهات بلقطات ان شاء الله. ولكن انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. احنا كل شويه بنسمع عن اسم النادي الاهلي يحاول مش عارف مع مين، الاهلي يتوصل لاتفاق مع مين، الاهلي بيفكر في اللاعب روبيور، لا ده دياباتي، لا ده رودريجيز. يا جماعه انديه تانية بتحاول توقف صفقات النادي الاهلي. نسيب النادي الاهلي يشتغل وبعد كده نتكلم. لما نقعد نقول اخبار الصفقات، طب ما ممكن كده بندي فرصه لانديه تانية تخش وتنافس الاهلي او تعلي السعر على النادي الاهلي. ما نشتغل في هدوء وسريه لحد الموضوع ما يتم. دي وجهه نظري. عشان كده بتلاقوني دايما مش بتكلم كتير في حته الصفقات، ولكن انا جاي اقول لكم من الاخر، اي صفقه علشان تتم في النادي الاهلي. كان في اجتماع هيتم ما بين يستروب وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن وليد صلاح الدين ولجنه التعاقدات علشان يشوفوا الخطه اللي هم عايزين يعملوها. يستروب اجل كل الاجتماعات، اجل كل حاجه. انا مركز في لقاء الجيش الملكي المغربي. انا لو فزت على الجيش الملكي المغربي بنسبة 70%، انا ارتحت وصعدت من دور المجموعات. يعني بيدي رسالة لعيبة النادي الاهلي ان مش 4-1 وبس وشكرا وفرحانين. لا، الاهلي عايز يكسب على ارضه وخارج ارضه. هو ده الفريق البطل. فالصراحة اي كلام بنسمعه في الميديا دلوقتي شو بقى، مشاهدات وليس الا. يعني الصفقة علشان نقدر نقول انها تمت بالفعل بعد مباراة الجيش الملكي المغربي. طيب عندنا بقى الصفقات اللي جاية للعيبة النادي الاهلي. سمعنا عن مروان عطية جاي له عروض. يا جماعه مروان عطيه مش هيمشي من النادي الاهلي، ما ينفعش. برضو امام عاشور وعرض امريكا. يا جماعه كل الكلام ده ما حصلش، ما فيش العروض دي. هو العرض الوحيد اليو ديانج من القادسيه. وايضا بيراميدز بيحاول بكل الطرق ان يحصل على خدمات اليو ديانج، والاهلي ايضا بيحاول التفاوض مع اليو ديانج ومع حسين الشحات ومع عبد القادر، ولكن بعد الرجوع من المغرب باذن الله. طيب دي كده اخبارنا ودي كده حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتصلوا على النبي. اشوفكم دايما بافضل صحة وافضل حال. شكرا لكم. سلام عليكم.